تجربتي مع الفراخ البيضة في البلكونة. طبعا كلكم قلت لي لازم التدفئة، وده اللي بيحصل. ويعني من حسن حظي زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي الساعة 11. ده الشرق يا جماعة، ماشي؟ فالشرق اول ما بتطلع الشمس بتخبط هنا في البلكونة، فتقريبا على الساعة 7:30 بيبقى فيه شمس لحد الساعة 1 تقريبا. انا عندي بلكونة تانية، فانا بنقل اللي بيكلمني على التدفئة، بنقل الكتاكيت دي. استنى اوريه لكم على اقرب، والناس اللي متابعاني من الاول هتشوف في فرق في الحجم. انا كنت جايبه 2 كبار و2 صغيرين، تمام. وبعد ما الشمس بتروح من البلكونه التانية برجعهم تاني هنا. ويا جماعه اللمبه دي 100 واط، بحطها من جوه عشان يتدفوا، وبشغلها طول الليل، ما بشغلهاش بالنهار خالص، لان الشمس عندي كفيله ان هي تدفيهم. بس للاسف في كتكوت منهم مات بسبب ان رجله اتحشرت في السلك كده، وانا عشان ما كنتش موجوده فما خدتش بالي، وللاسف مات مني. قلت اوريلكم اثار رجله. هو يا عيني عمال كان يحاول يطلع صوابعه بس اتزنقوا، وانا ما كنتش موجوده عشان الحقه. الحمد لله على كل شيء، بس لازم يعني ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره ديت عشان نحافظ على صحه الكتاكيت اللي عندنا. بصوا، حتى لو في خسائر احنا بنتعلم وبنشوف ايه سبب الاخطاء او الحاجه اللي تسببت في موت الكتاكيت عشان نتلاشاها المره الجايه لو في مره تانية ان شاء الله. فلو انت جايب كتاكيت عمر اصغر، يعني ده قادر يقف كويس، لكن اللي ورا ده هحاول ان انا افرش له كرتونه، يا اما ابشرهم من حين لاخر بحيث ان رجله ما تتحشرش. ولو جايب كتاكيت اصغر من كده لازم تراعي فيه زي طبقه شبكيه كده بتتجاب للسمان والفراخ، بس انا لسه معرفش، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بتتباع فين علشان اجيبها.